عشان الياقوت الاحمر، واللي جوه القلب كان في القلب جوه. رحنا واتغيرنا احنا الا هو. تريزيجيه يعتذر. الأهلي أخيرا يتمكن من تحقيق الثلاث نقاط بعد التعثر في 3 جولات متتالية في ظل غياب زيزو وإمام عاشور. الأهلي بدأ المباراة بالخطة المعتادة 4-3-3، ولكن مع تغيير بعض العناصر مع القيادة الفنية الجديدة لعماد النحاس. وجود مروان عطية اللي بقى بيبدأ بشكل أساسي، وكمان المركز الجديد مركز رقم 8 للاعب محمود حسن تريزيجيه. من أهم السمات المميزة لعماد النحاس مع النادي الأهلي هي إنه بيعتمد على شكل واحد أو طريقة واحدة للخروج بالكورة. في المباراة دي كانت الطريقة هي تقدم محمد هاني في كل هجمات النادي الأهلي، ودخول اللاعب طاهر محمد طاهر للعمق يشد مع الباك وتفضل مساحة لهاني. محمد هاني في الماتش ده كان بيلعب وينج مهاجم للنادي الأهلي. أغلب أوقات المباراة كان زايد في الشق الهجومي، ما كانش بيلعب باك يمين، مع ثبات الباك الشمال اللي هو كوكا اللي ما كانش بيتقدم خالص. فالأهلي كان دايما عنده زيادة عددية عن طريق اللاعب محمد هاني من الجبهة اليمنى. سيراميكا كليوباترا كانت بتقابل ده بأنها بتقفل كل زوايا التمرير قدام دفاع النادي الأهلي عن طريق تقدم اللاعب إسلام عيسى مع فخري لقاي والوينجين، ومن وراهم 2 لعيبة تاني، ومن ثم خط الدفاع عشان يقفلوا أي باصة في العمق. أي باصة دايركت في العمق مكانش بيسمح بيها لعيبة سيراميكا كليوباترا. الأهلي في حالة فقد الكرة كان بيعتمد على الضغط العالي، وعماد النحاس كان مذاكر أسلوب لعب سيراميكا كليوباترا تماما. سيراميكا كليوباترا أثناء الهجوم بتاعه كان بيعتمد على إن المهاجم فخري لقاي ينزل لغاية قدام الدفاع عشان يستلم الكرة ويبدأ الهجمة، وتتقدم اللعيبة في ظهره سواء الوينجين أو إسلام عيسى اللي كان لعيب محوري جدا في طريقة لعب سيراميكا كليوباترا. الأهلي كان مذاكر ده كويس، ودايما كان في لعيب بينزل يقفل على فخري لقاي وهو نازل يستلم، وكان بيمنع أي دوران بالكرة أو أي باصة تطلع صح من رجل فخري لقاي لقدام، وده عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم وعن طريق اللاعب مروان عطية. الأهلي تحت قيادة عماد النحاس دفاعيا أفضل من هجوميا، قدر إنه يقتل هجمات سيراميكا كليوباترا في الماتش كله، باستثناء في الشوط التاني اللي سيراميكا فتح ملعبه تماما وطير الباكات وبدأ يهاجم النادي الأهلي، ومع ذلك ما كانش في أي هجمات مؤثرة على النادي الأهلي. الماتش ده بيظهر أهمية لاعب زي مروان عطية، لاعب عنده قدرة كبيرة على تغطية مساحات الملعب وقطع الهجمات، وكذلك المشاركة في بناء الهجمة وعمل باصات طويلة دقيقة حتى أفضل من ديانج. مروان عطية ما ينفعش يطلع بره تشكيل النادي الأهلي إلا لو كان مصاب. في بقى لعيب تاني ما ينفعش يبقى موجود في تشكيل الأهلي أساسا أو حتى في القايمة. اللاعب ده هو رمضان بيكهام. رمضان بيكهام هو ثغرة في دفاع النادي الأهلي. بص كده على كام كورة هتقطع منه، كام لقطة هيغلط فيها.